أحدد لكم مشاكل البشرة من فوق لتحت اللي بس مرتبطة في زيادة الوزن. فشوفوا لما تحسون أوزانكم شنو ممكن يتحسن في البشرة والوجه والصحة بشكل عام. تصبغات الإبطين تتحسن مع التخسيس الوزن، تصبغات المناطق الحساسة وبعض أنواع الكلف، مو كلف من الشمس، بعض أنواع الكلف، سواد في الوجنتين يتحسن مع التخسيس وتنزيل الوزن سواء بشكل صحي أو أخذتوا أبر منجارة وغيرها. الصدفية تتحسن مع تخسيس الوزن. زوائد الجلد اللي نسميه شوائب مثل سكين تاجز اللي نشيلها بالكهرباء وغيرها، هذه الفطريات. مثلا تدرون الروائح تطلع في الإبطين، روائح الكريهة في المناطق الحساسة والفم، والأمور هذه كلها تتحسن مع تخسيس الوزن. واللي وزنه زايد حتى مع العلاجات ما تتحسن، سبحان الله تتحسن فقط مع تنزيل الوزن. الدمامل اللي تطلع في ثنايا الجسم نسميها هيدريتنايز سبرتيفا، هذه دمامل تطلع في الثنايا في الإبطين في المناطق الحساسة وغيرها والفخذين، هذه تتحسن مع تخسيس الوزن. أعد لكم الحين لستة أطول من اللي قلتها، كل هذه الأمراض فقط في الجلد وبشكالكم تتحسن فقط مع تنزيل الوزن. في جماعة الأكل الصحي والدايت ما في مثله لعلاج البشرة والشعر بشكل عام وجمال الوجه والبشرة. طبعا تنزلون أوزانكم إما عمليات تكميم أو أبر منجار أو غير، هذه تسألون فيها المختصين.